تحية للجميع. اليوم عندي واحد الموضوع بغيت ندير شوية د النقاش، نفتح فيه شوية د النقاش، نعطي وجهة النظر ديالي بطبيعة الحال، ونخلي للآخرين واحد المجال أنهم يتناقشوا فيه سواء من خلال التعليقات ولا في محلات أخرى. النظام في المغرب باش تعرفوا نظام ديلي وتيتمشى وتيتحرك تماما كما تتخدم الأنظمة الإمبريالية وهاد الصهيو إمبريالية، وأنه غير تيتفتح عليه شنو يدير. حتى المنطق ديال العنصرية أو لا ما يسمى بالشوفينية أو لا في حركة الفاشية اللي تنشوفوا مثلا أنه الرأسمالية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال، حتى الدول الأخرى. يعني ناخذ الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج لأنني فاهمه بحكم أنني تقريبا 26 سنة فيه، فاهمه مزيان. فيما تتحتدم الأزمة وهذا الصراع اللي هو صراع طبقي، وكاين الناس اللي ملي تنقولوا حنا الصراع الطبقي تيحسوا بينا بحال مدفونين في 1887 وخرجنا من بعد بدرنا لهم شغل الكاف، باقيين تنهضروا على الصراع الطبقي. كل شيء صراع طبقي، لان واحد الطبقات معينه ما تتخليش واحد الطبقات اخرى تستافد من الخيرات والثروات ديال البلاد باش ما يوليوش عايشين في نفس المستوى. ابسط شكل ديال الفهم ديال الصراع الطبقي هما اللي تيديروا هاد التحالفات وتيخلقوا حكومات وتيخلقوا احزاب وتيمولوا احزاب ويمولوا ناس في البرلمانات وفي الكونغرس والى اخره باش يدافعوا على المصالح ديالهم. هناك دول تتوفر حد ادنى للديمقراطيه وما يسمى كما سماه انجلز في الكتاب ديال في الدوله والعائله، في الدوله والعائله الى اخره، سماه على انه تلطيف الصراع. تيديروا ديك الاداه سميتها الحكومه باش تتلطف الصراع، باش ماشي عاوتاني ديك الطبقات يطحنوا دوك الفقراء والمفقرين في مره. وكاين دول اللي ما تيهمهاش تطحن المفقرين في مره بحال المغرب مثلا. الولايات المتحده الامريكيه قدرت تعيش وتخرج من داك الحرب البارده والصراع مع الشيوعيه مع ماشي مع الاتحاد السوفيتي، يعني ما التجربه الاشتراكيه الى اخره، لانها تتصرف الازمات ديالها باش بالعنصريه. حتى هذا الباب بما فيهم انا هذا الباب ديال الهجره، الناس الهجره اللي فتحوا المهاجرين هي باش يخليو دائما عندهم واحد الادوات ديال انه الناس تتصارع بناء على الباك جراوند، بناء على منين انت. الايطاليين الامريكيين ملي جاو تعداو عليهم الايرلنديين اللي كانوا تيجيو مهاجرين كانوا تيتعداو عليهم الايرلنديين اللي مولودين في ماريكان وتفرجوا في الفيلم ديال جانز اوف نيويورك، وغتفهموا مزيان. وهادو بجوج تيتعداو على الايطاليين، ومن بعد ملي جاو مهاجرين اخرين من منطقه اخرى الايطاليين براسهم ولاو تيتعداو عليهم. الصراع ما بين البيض والكحل، البيض واللاتيني، اللاتيني والكحل واللاتيني، ومهمشين الصراع الطبقي مخلينه على الهامش، لان طالما خلقوا لهاد الناس صراعات هامشيه. وهذا الشيء طول العمر ديالها، وفي كل مره تتحدد الازمه في الولايات المتحده الامريكيه تيخرجوا هذا الشيء هذا. الولايات الامريكيه الولايات هذه المتحده الامريكيه في العشر سنوات الاخرى ازمات مورا ازمات مورا نكسات هي اللي ادت على ظهور حركات هاد ماغا ولا ما يسمى ميك امريكا جريت اجين، واخا هو شعار فارغ اللي بان فيه واحد بحال ترامب تيتغدى على الفاشيه، تيتغدى على العنصريه ولا الكزينوفوبيا. المغرب جاتو ارهاصات انه فعلا النظام المغربي يحتضر، ما عنده حتى حاجه، فاشل على كل المستويات. حتى داك الصوره ديال الحاكم اللي تعطيه واحد شويه الهبه ما كايناش، يعني فاشل على كل المستويات، السياسيه الاقتصاديه الثقافيه كل مجال. اذا عليه انه حتى هو يصرف داك الازمات ديالو في شي حاجه، يفتح المجال امام الافارقه باش المغاربه يوليو عاوتاني موجه الغضب ديالهم للافارقه. بزائد الامر اللي واقع باين هو انهم الامازيغ الشوفين مع دوك المستعربين الاغبياء اللي تعتقدوا على انهم راهم عرب وعندهم اللغه القران وداك الشيء احسن من الامازيغ. وهاد الجوج هادو حتى هما مابسوربين مأجلين الصراع الطبقي، بالاضافه لانه الزرع الاسلامي اللي تيقول للناس راه ما كاين لا صراع طبقي لا والو، الارزاق بيد الله والارزاق كذا وهذا. وهذا الصراع الطبقي هو مأجل. اي طبقات متضرره من نظام مجتمعي معين ونظام حكم معين اذا لم تخض الصراع الطبقي ما عمرها تكتسب شي حاجه.
واخا يبقاو غاديين في الترقاع والاصلاح، هما هادشي اللي تنشوفوه دابا، كلشي تيقلب على الترقاع ويطلقوا لكم ديك الفرسان محاربه الفساد. تيقولوا لكم بان الفساد راه غير اشخاص، هناك اشخاص فاسدين، اخنوش شخص فاسد، فلان شخص فاسد، فلان شخص فاسد، باش يبعدوا التهمه على انه النظام الحكم فاسد بشكل منهجي سيستيماتيكمون، فاسد، هياكل مرتكزه على الفساد، يقوم على الفساد ويدعم الفساد وينتعش في الفساد. اذا كنت باقي بغي هذا الموضوع باقي نفصل فيه، ولكن ندير شي مباشر يمكن في اليوتيوب ولا شي حاجه، ولا نشرو حتى هنا. ممكن دابا راه عندي الامكانيه ندير المباشر هنا، لان هذا الموضوع هذا خصو يتجادل وخصو يتناقش. اذا تحياتي لكم، مع السلامه.